فضيحة تهز الرأي العام التونسي. هذايا التونسي أحمد الجوادي بطل عالمي في السباحة. جوادي رغم أنه بطل العالم في السباحة لكنه يواجه الإهمال من مسؤولي الجامعة التونسية للسباحة. الإهمال متمثل في غياب الدعم المادي، والشيء هذايا قلق السباح التونسي اللي ملقاش كيفاش يصرف باش يخلص إكراه وباش ينجم يركز على قرايته ورياضته. معناتها عندك بطل عالمي ومشروع بطل أولمبي رافع راية تونس في المحافل الدولية، حصل على ذهبيتي 800 متر و1500 متر في بطولة العالم بسنغافورة سنة 2025، ذهبية 1500 متر في بطولة العالم الحوض القصير في بودابست سنة 2024. هل عادي يتم التقصير معه بالشكل هذايا؟ الجوادي خرج عن صمته وحكى عن عدم استلامه المستحقات المالية اللي مفروض تصرفها له الجامعة، قال انه مدربه الفرنسي فيليب لوكاس مش قاعد يخلص في شهريته اللي قاعد ياخذ فيها مقابل اعداده لبطلنا العالمي. زاد الفضيحه انه لوكاس نفسه خرج في وسائل الاعلام وقام بتهديد الجامعه باللجوء للقضاء اذا كان ما تمش صرف مستحقاته الماليه. تخيلوا معايا، معناها المدرب اللي ساهم في تحقيق الالقاب يتحصل عليها احمد الجوادي حافظوا عليه، احنا نهربوا، واكيد الشيء هذايا باش ياثر بالسلب على السباح التونسي. مشكلة الجوادي زادت تفاقمت وقت اللي الجامعة التونسية هبطت بيان أوضحت فيه مجموعة المبالغ اللي أرسلتها للسباح، لكن فريق عمل الجوادي يرد على هذا البيان ببيان آخر. البيان اللي هبطوا فريق عمل السباح يوضح أن المبالغ اللي تلقاها أحمد بعيدة برشا على المصاريف اللي تكبدها من كراء ومعيشة وتحضيرات وتربصات وسفر ومشاركة في المسابقات الدولية. فكرة التقصير ما كانش مادي فقط، الأمر من هذا أنه يكون تقصير معنوي، وأيضا إهانة للسباح التونسي اللي خرج وتكلم في برنامج الأحد الرياضي بالقناة الوطنية الأولى وقام بمواجهة مسؤول في وزارة الرياضة واستنكر انه في كل مرة يتصل به والمسؤول ما يجاوبوش. واللي زاد حز في نفس الجوادي انه والده كان كل ما يتوجه الى مكاتب المسؤولين باش يحكي معاهم على مشكلة عقد والده ومستحقاته المالية المتأخرة يقابلوه بجفاء تام. اي نعم، هكا تتم معاملة الأبطال وكأنهم متسولين. للأسف مشكلة أحمد الجوادي ليست الأولى من نوعها، عنا برشا أبطال عالميين وأولمبيين كانت عندهم مشاكل من هذا النوع مع الجامعات متاعهم ووزارة الرياضة، كيما السباح العالمي قرش المتوسط أسامة الملولي اللي وصلت مشكلته إلى القضاء. بعد نستغربوا ونستنكروا وقت اللي أي رياضي يفكر مجرد التفكير في التجنيس كيما لاعب كرة القدم يوسف سنانة، ولا حتى يفكر بالهروب كيما بطلة رفع الأثقال غفرا بالخير. حدوثة اليوم تتأكد أن الوطنية مش مجرد هتافات وشعارات رنانة، وأنه من الصعب أن تطلب من الأبطال تشبث بوطن عاملهم كغرباء.